السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنخصصه لقراءة في اللائحة المستدعاة من طرف الناخب الوطني وليد الركراكي الخاصة بالمباراتين المقبلتين أمام كل من منتخبي النيجر وتنزانيا بخصوص إقصائيات كأس العالم 2026. إذن بدون إطالة، فاللائحة التي استدعاها وليد الركراكي تشهد الكثير من التغييرات، من أبرزها استدعاء شمس الدين الطالبي لاعب فريق اف سي بروج البلجيكي لأول مرة بالمنتخب الوطني. كذلك استدعاء الهلالي لاعب فريق إسبانيول بعد التألق اللافت في الدوري الإسباني. كذلك في خط الدفاع نشهد عودة الياميق، والتي تؤكد بالملموس أن متوسط الدفاع من أكثر الأماكن التي تؤرق بال وليد الركراكي. أيضا اللائحة فهي تشهد عودة إيغامان التي كانت منتظرة، وأيضا استدعاء بلال نذير لأول مرة، واللي كتعتبر مسألة مهمة جدا من أجل سد الطريق على المنتخب الجزائري الذي يريد هو الآخر استدعاء هذا اللاعب، على اعتبار أنه ينحدر من أب مغربي وأم جزائرية. اللائحة أيضا عرفت عدم استدعاء بالحيان اللي تم الاستدعاء في المكان ديالو بلال نذير لاعب فريق أولمبيك مارسيليا. وربما أن هناك اتفاق ما بين المدرب وليد الركراكي واللاعبين، أي بالحيان وبلال نذير، بحيث ربما أن وليد الركراكي اتفق مع اللاعبين باش يستدعي بلال نذير ويقحموا في المباريات باش يقطع الطريق على المنتخب الجزائري، وفيما بعد ممكن باش يستدعي اللاعبين معا في نفس الوقت. اللائحة أيضا فهي تعرف غياب أيوب الكعبي بسبب الإصابة، وفي المقابل فهناك حضور الزلزولي رغم أنه يفتقد للتنافسية، على اعتبار أنه غاب عن الرسمية في الكثير من المباريات في الآونة الأخيرة مع فريق بيتيس الإسباني. لكن الزلزولي ربما فهو من اللاعبين اللي دخلوا في صلب النهج التكتيكي ديال وليد الركراكي، وبالتالي فاستدعاه رغم أنه مفتقد للتنافسية. أيضا فاللائحة تعرف غياب زياش، اللي نظن أو أظن على أنه الأمر تحسم بشكل نهائي، وأن المسيرة ديالو مع المنتخب الوطني فهي انتهت. وعلى مستوى حراسة المرمى فاللائحة فهي تشهد عودة بن عبيد حارس الوداد الرياضي، اللي تم الاستدعاء ديالو إلى جانب ياسين بونو والمحمدي حارس مرمى نهضة بركان. على أي فاللائحة ككل جاءت على الشكل التالي. في حراسة المرمى تم استدعاء ياسين بونو ومنير المحمدي والمهدي بن عبيد. وفي خط الدفاع حضور أشرف حكيمي ونصير مزراوي وعبد الكبير عبقار وجمال حركاس ونايف أكرد وعمر الهلالي وآدم أزنو وجواد اليميق. وفي خط الوسط تم استدعاء يوسف أو عفوا سفيان أمرابط، إسماعيل الصباري، بلال الخنوس، أسامة ترغالين، عز الدين أناحي، ونادر بلال. أما في خط الهجوم فتمت دعوة كل من شمس الدين الطالبي، أسامة الصحراوي، أمين عدلي، سفيان رحيمي،
حمزة إيجامان، يوسف النصيري، إلياس بن الصغير، عبد الصمد الزلزولي، وأخيرا إبراهيم دياز. إذا هذا كل ما يخص هذا الفيديو وما يخص لائحة المنتخب الوطني الخاصة بالمباراتين المقبلتين أمام كل من النيجر وتنزانيا. كل التوفيق للعناصر الوطنية. دمتم بخير.